هلا والله بأحلى متابعين. النهاردة معانا لقطات هتلخبط عقلك وتخليك تسأل ازاي ده حصل. خدع بصرية وزوايا تصوير عبقرية وإبداع يخدع أقوى عين. ركز كويس لأن كل ثانية في الفيديو فيها تفصيلة ممكن تعدي عليك وانت مش واخد بالك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. أنا إبراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. بصراحة في الأول افتكرت إن ده مطبخ حقيقي، كل حاجة فيه طبيعية جدا لدرجة إنك صدقتها، بس الحقيقة ولا أي حاجة هنا حقيقية، كلها خدعة. اتفرجوا معايا بقى علشان أنا مش هنخدع لوحدي. في الأول فكرتها رسمة كاملة، لكن بعد شوية شوفوا الرسمة دي معمولة ازاي. الو يا ابن الايه، انت جبت الدماغ دي منين؟ يا جدع بقى حرام عليك، ده انا كنت مفكره حقيقي فعلا. شكرا على الطريقة دي وكل حاجة، لكن انا ما اقدرش اعمل كده في القميص بتاعي. يعني كفاية الناس اللي راشقة عينيها في حياتي، كمان هرسم عيون على القميص؟ هو ايه ده يا شباب؟ هو ده مهرجان الحصان العالمي ولا ايه؟ بس والله فنانين جدا، عاملين الحصان كأنه حقيقي بالظبط. حد عارف يا شباب الإضاءة دي بتتباع فين؟ عجبتني أوي بصراحة، اكتبولي بقى في التعليقات. الهنود مش بس بيحبوا التعابين وبيفضلوا يلعبوا معاها، لا ده كمان ممكن يعملوا أشكالها بإيديهم عادي جدا. خدوا بالكم، التفاصيل في أي صورة مهمة جدا، بتخلي الصورة تطلع حقيقية جدا بشكل رهيب. Miren esto, voy a agarrar el resorte. No puedo. No, no, no. No, gente. No entiendo cómo es. No entiendo. بقى عادي جدا دلوقتي على السوشيال ميديا تشوف ديناصور بيلعب باليه قدامك. ربنا يستر وما يرقصش بلدي. تكنولوجيا. في كل قطعة زجاج جزء من الرسمة، بيفضل يحط واحدة ورا التانية لغاية ما الرسمة تكتمل في الآخر. بص على الإيد دي كويس، هتفتكر إن في شفايف ولسان طالعين بجد، بس الحقيقة ده كله معمول خطوة بخطوة، رسم وتشكيل وبعدها تركيب متقن جدا، وبيظبطه لدرجة يخلي عينك تصدق إنه جزء من الإيد فعلا. فايت 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 ستوب. تاني ليفت رايت فرونت. تخيل الناس دي بتعمل الرسومات اللي بتتحرك دي ازاي؟ بيفضل يرسم كل حركة في ورقة، وبعد كده بيصور كل حركة وبتشتغل زي الفيديو كده قدامك. دي مش حاجة حقيقية، ده فن اسمه مكياج خدعة سينمائية، بيستخدموا ألوان ومواد خاصة ولزق وسيليكون، وبيبنوا شكل الجرح أو الحرق طبقة طبقة لحد ما يبقى واقعي جدا، والنتيجة عينك بتصدق إنه إصابة حقيقية، وهو في الأصل شغل فني متقن بطريقة رهيبة. هو ده فعلا الإبداع والتفكير بره الصندوق، لأن هنا قدر يوصل لك فكرة قوة البلاور ده ازاي.
These boots have teeth. Created by AM Nightmare, they feature grotesque chompers and a platform sole. هنا بقى مش خدع بصرية وبس، دي براعة تصوير ومونتاج. بص هنا قاعد عادي وفجأة الكرسي اختفى كأنه طاير في الهواء، واللقطة دي كأن الزمن وقف لحظة كده. أما هنا بقى ناقص يدخل بدماغه جوه الكيس علشان يطلع البطاطس. اوبا، لو ما كانش اتحرك وبين الخدعة اللي عاملها انا كنت هفتكره طاير حقيقي. بص هنا رسمة بسيطة وفجأة يحط حاجة جنبها تقوم مكملة الصورة كلها، او مرة تانية تبقى عصفورة والمقص يبقى المنقار، ومرة حجر صغير يتحول لعربية نقل. يا جماعة انا قلتلكم عايز اروح مكان زي كده بقى، الفيديوهات دي بتغيظني. يا راجل العربية من اللي انت عملته فيها بقت تبرطم وتشتكي وتحسها بتدعي عليك وهي ماشية. تخيل دول دكاترة أسنان مع مشروع التخرج بتاعهم، بس جامد يا شباب، شغل فاخر من الآخر. أنا بس عايزكم تركزوا بشوية حركات بس بيعملها على الرسمة بيقدر يخلي الرسمة تتغير تماما. اكتبولي في التعليقات تدوا الرسمة دي كام من 10. ¡Qué fuerte! Pero que no hay nada. Que no hay nada. عايز اقول لكم ان النضارة دي تنفع قوي الواحد بينام في الشغل ومش عايز اي حد يقفشه. ارسم عينك بالظبط على النضارة من بره، وبعد كده البس النضارة وعيش حياتك وكأنك مفتح عينيك وقاعد في وسط الناس عادي. عمرك شفت تسريحة المكرونة الاسباجيتي؟ اهي قدامك اهي، ممكن حتى كمان تفكرها اندومي. انا في الاول قلت ايه المنظر اللي قدامي ده، بعد كده فهمت ان دي سمكة الراي وبتحاول تاكل في خصاية. لو بصيت للرسمة اللي في الحيطة من الزاوية دي هتقول عليها صورة عبيطة وشكلها وحش، لكن لو اتحركت بس لزاوية تانية هتحس ان البغبغاء ده طالع بره الحيطة والصورة اتغيرت خالص. انا لو شفت بق بالمنظر ده قدامي هجري من المكان على طول. الحمد لله انها خدعة مش حقيقة. يا ترى الراجل ده هيعمل ايه في الاخر لما يعرف ان هو اتسرق عينك كده واتضحك عليه؟ لو جعان ومش معاك فلوس، الفكرة اللي بيعملها قدامك دي ممكن تصبرك شوية، بس مش عارف بقى في الاخر ممكن تضعف وتاكل الرسمة دي ولا ايه؟ انت فاكر ان دي مجرد رسومات؟ استنى بس لما الكاميرا تتحرك هتكتشف ان اللي قدامك مش عادي خالص. سحر الزاوية والحركة بيخلق مشهد بيخدع عينك في ثواني. Over here in the East Crossroads, I came to check out the bus stop. هو ده فعلا التصميم المثالي لمحطة الأتوبيس، محطة أتوبيس على شكل أتوبيس، يا حلاوة الحلاوة. It's a bus stop built from an actual former Kansas City bus, fabricated by Mammoth Metals. Come check it out in the East Crossroads. Nice job. أنجيلو تقدم، عدى أنجيلو يلعب كرة
في الجهة اليمين وصلت للطرف الأيمن عرضية داخل منطقة الجزاء رونالدو. ما تستغربوش، ده مش ذكاء اصطناعي، ده خيال السمك في الحوض بتاعهم. لا 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 لا، اوعوا تنخدعوا زيي وتفكروها حقيقية. تعالوا كده مع بعض نشوف ازاي بيعمل التحفة الفنية دي. كل مرحلة بيعملها قصة لوحدها، وبعد ما بيخلص خالص النتيجة بتبقى فوق الوصف. أنا عدت الفيديو ده أكتر من المرة ومت على نفسي من الضحك. الو. عجبتني جدا بصراحة، هو ازاي فعلا جات له الفكرة دي؟ أنا لو شفت ده بالليل هجري ومش هبص ورايا، مع إن الحقيقة ده كله مجرد رسم على حيطة. يعني أنا بصراحة بيعجبني الرسومات العشوائية دي جدا، وممكن أعمل قط كده بالمنظر ده عادي جدا. هل في حد زي كده؟ ابقى اكتبولي في التعليقات. تعالوا معايا بقى نتفرج، علشان انا عيني مش هتزغلل لوحدي. ايوه بقى، اللي قدامنا ده طلع مش صقر حقيقي طبعا. يعني ايه في الفيديو ده اصلا طلع حقيقي؟ ده انا خايف انا كمان اطلع مش حقيقي. لا، وايه الحاجات اللي معمول بيها؟ شوية بلاستيك لازقينهم في بعض. يا حلاوة يا ولاد. انت مش بس بتقدر تلعب على الحيطة من غير اي شاشة، لكن كمان عندك القدرة تنط على اي حاجة موجودة على الحيطة قدامك. ايه الجمال ده يا جدعان؟ ايه رأيكم؟ اكتبولي في التعليقات. بشوية كرتون متقطعين فوق بعض، اول لما ترتبهم مع بعض بيظهر في ظله رسمة قوية جدا لحد كلكم بتحبوه. اللي يعرفه يقولي في التعليقات. الراجل ده بيستغل اي حاجة معاه علشان يطلع منها حاجة مضحكة زي كده. الو. يا ابن الايه، فكرت فيها ازاي دي يا نجم؟ معلش كده لحظة نفهم، هو الشاب ده بيعمل ايه بالظبط؟ انا عدت المقطع ده مرتين علشان افهم هو عملها ازاي، وبرضه معرفتش. شايف ايده؟ لا استنى ركز كويس. بخط اسود بسيط وبإضاءة محسوبة بتخليك تحس ان ايده اتقسمت لنصين، ومن هنا بقى تبدأ الخدعة. انتوا من هنا شايفينها كأنها سهم، شوفوا بقى لما يقلبها بتبقى شكلها ازاي. بصراحة الناس اللي بتقدر ترسم 3D بيعملوا تحف فنية زي اللي قدامكم ده بالظبط، ما تفرقهاش عن الحقيقية خالص. So you go to the dentist and find out you have a flooded bedroom in your mouth. كل ما تقرب اكتر تلاقي نفسك دخلت في عالم تاني، صورة جوه صورة وجواها صورة كمان، لحد ما الموضوع يبان كأنه ملوش نهاية. دي مش رسمة عادية، دي رحلة جوه تفاصيل بتتفتح ورا بعض. واو.
العامل ده كان قاعد زهقان في الشغل فقال يطلع العدة ويلعب بيها شوية. صاحب الشغل لو شافك بالمنظر ده مش هتكمل فيها يوم واحد. اللقطة دي عاملة بالظبط زي أغنية لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، عمال نلف وندور ونخش في حاجات وأوهام وإحنا مش عارفين رايحين فين أصلا، وفي الآخر بنرجع لأول الصورة من تاني. شوية أفكار لترابيزات عايزة تتاكل أكل فعلا. الشاب ده أكيد بيعشق الأكل زي عينيه. وجينا هنا لفقرة هل ده حقيقي ولا كيكة؟ إيه ده؟ هو التلفزيون كمان طلع كيكة؟ يا نهار أبيض، ده القعدة بتاعته كمان طلعت كيكة. يا حلاوة، ده السماعة كمان طلعت كيكة. طب يلا بينا بقى على الفيديو اللي بعده لا يفكرنا احنا كيكة كمان وياكلنا. خلاص بقى يا جدع، ما بقاش يضحك علينا طول الفيديو وانتوا عمالين تضحكوا علينا. انا عارف ومتأكد ان دي خدعة وان ده مش حقيقي. شفت بقى، انا مش قلتلك؟ الفيديو ده كرييتيف قوي بصراحة، بحركات بسيطة وشوية تنطيط فوق التلج بتطلع في الآخر شكل دبدوب ولا أروع. الشاب ده برنس الخدع البصرية على السوشيال ميديا، بيعمل حاجات تطير العقل فعلا. ايه ده يا جدعان؟ بص على الصوابع كويس هتلاقيها بتختفي قدامك. مرة يخلي صوابع تبان كأنها حد قارمها، خدعة رهيبة. يا نهار أبيض يا حبيبي، مين أكل صوابع إيدك كده؟ عايز أقولك لو الأستاذ شافك وانت بتعمل كده هينفخك. انت سايب الدرس بتاعك وبتعمل ايه يا جدع؟ لو ما كنتش مركز قوي كنت هفكرها ولاعة حقيقية. ثواني بس كده نفهم هي الناس دي بتعمل ايه بالظبط. الو. خدوا راحتكم على الاخر، يلا على الفيديو اللي بعده. المشهد بسيط لدرجة انك مش هتشك فيه، بس في لحظة عينك اتخدعت، تحس ان الكوباية واقفة من غير ما تكون واقفة اصلا. وهنا لما تبقى قاعد زهقان ومش عارف تعمل ايه، بيطلع من دماغك شوية افكار. يا نهار ابيض. من فوق شكله عادي جدا، بس استنى لما الكاميرا تطلع لفوق هتكتشف ان سطح العمارة كله متحول لرسمة عين رهيبة من كتر الدقة. واضح ان الموضوع ده اخد وقت ومجهود مش طبيعي. That's wild. رسمة سهلة جدا ممكن تعملها لأولادك في البيت ويستمتعوا بيها شوية. هو أنا فعلا مخي بيعمل كده بالظبط لو ما شربتش كوباية القهوة بتاعتي. ما تتخضوش يا شباب، دي مش عين حقيقية. فضل يقشر يقشر وفي الآخر طلعت بيضة. في لحظة واحدة كل حاجة اتغيرت. كنت فاكر الطريق ثابت، طلع مجرد وهم. بصراحة لو أنا مكانه كنت أكلتها بالغلط، مع إن الحقيقة دي مجرد إيد متحولة لآيس كريم برسمة جامدة جدا. حتى لو صبعك مقطوع لسه برضه شغال وممكن تعمل بيه حاجات كتير، لدرجة ان انا مش عارف ده عنكبوت ولا ده كائن فضائي ولا ايه اللي قدامي ده. ايه الشكل ده يا جدعان؟
هو ده فعلا الإبداع الحقيقي. شايفين بيعملوا انعكاس الضوء ازاي في الرسومات، ولا كأنها حقيقية فعلا. في الأول مجرد شاشة كبيرة في الشارع، ثانية واحدة وتحس إن الواقع اتشق نصين، الشخص بيقرب منك كأنه خرج بره الإطار. تخيل من ورقة شجر وشوية كرتون بتطلع في الآخر التحفة الفنية اللي انتوا شايفينها دي. انت لو فتحت الحد بالمنظر اللي انت عاملاه في وشك ده هتجيبيله صرع على طول. من قوة واحترافية الرسمة اللي عملها الشخص ده، الكلب فعلا انخدع وفكره سلم حقيقي. علشان كده الرسمة دي جابت ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. الشخص ده بارع جدا في الرسم انه قدر يكمل القطعة الناقصة في الخيارة دي لدرجة ان انا فكرتها ان هي حقيقية فعلا. انا فعلا بيحصل لي كده اول ما بشوف الخدعة البصرية في الفيديو ده، حاجات فعلا تطير العقل. ايه ده؟ هي الشجرة مفصولة من بعض وطايرة في الهوا ولا ايه؟ طبعا انا كنت فاكر كده زيك في الاول. استنى بس لما الزاوية تتغير هتكتشف ان كل ده رسم متظبط على الخلفية وبيخدع عينك. هو انا لو شفت منظر حقيقي كده قدامي مش هعرف خالص اتفرج واضحك، ده انا هقوم اجري من المكان على طول، مع اني عارف ان الفيديو ده خدعة بصرية، بس خفت بصراحة. لا 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 لا، محدش يشوف المنظر ده ويجري يا جدعان. المنظر اللي قدامكم مش حقيقي، ده بيخدعنا كلنا. لو عايزة تخلصي على جوزك اعملي الشكل ده بالظبط، واول ما يخبط على الباب افتحي له بالمنظر ده، واللي هيحصل له بعد كده احنا اكيد متوقعينه. لا بقى، انا عايز اقول لكم ان الراجل ده مشكلة، بيتعامل مع اي حد في الشاشة قدامه كده كأنه بيتعامل معاه حقيقي. ده كريستيانو بنفسه اداله ازازتين كوكاكولا يا جدع. هل فعلا تقدر تخلي الرسمة تتحرك زي الفيديو؟ الدليل فعلا قدام عينيكم. على قد ما تشوفها انها حركة بسيطة، لكن النتيجة في الاخر ابداع رهيب. واو! انا بحمد ربنا ان قوم عاد انقرضوا، علشان لو كان احجامهم بالمنظر ده كان داسوا علينا وهم مش واخدين بالهم. يا حلاوة طريقة التصوير والأداء اللي بيعمله الشخص ده في الفيديوهات بيفكروني بكرتون توم وجيري خالص. أصل الكرتون ده ما كانش فيه أي حاجة منطقية خالص. لا 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 لا، الرجالة دول جامدين قوي. ايه ده؟ معقول الشحط ده كله دخل جوه العود؟ لا 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 لا، مش معقول، ده اكيد طبعا خدعة بصرية. ده احنا من الصبح شبعنا خدع. ما شاء الله، هو اللي انا شايفه ده حقيقي؟ وش شخص بعينين وبق، هو كده بيبص لي وبيضحك ولا كده نايم؟ قولوا لي انتوا شايفين ايه؟ Prowadzisz firmę w Białymstoku, to wiesz, że doba zawsze jest za krótka. Realizacja zleceń, księgowość, faktury, maile, a na koniec dnia, bo Instagram świeci pustkami, na spokojnie. Zajmij się tym, co robisz najlepiej. ايه يا جدعان في ايه؟ هي العربية هتخبطوا امتى بالظبط؟ طب وربنا انا اول ما شفتها كنت مفكرهم بنتين فعلا. يا جدعان بقى بطلوا تضحكوا علينا بقى يا جدعان. المنظر بيبان لك كده كأن جسمه متقسم لنصين، بس دي مجرد زاوية تصوير وخدعة إخفاء مش أكتر، لكن في الواقع مش كده خالص. في الحقيقة رسمة عادية جدا، بس أول لما تلبس النضارة بتلاقي شكل مختلف خالص. في الأول مجرد ألوان، وفي الآخر مدينة منورة كأنك شايفها من وراء إزاز أو عينك مزغللة. فن بيحول اللوحة لواقع خرافي. أنا نفسي يا جماعة أروح مكان زي كده. المكان كله مفيش فيه حاجة طبيعية، كله خدع بصرية. مين زيي حابب يروح مكان زي كده؟ اكتبولي في التعليقات. بصراحة أنا اتفاجئت زيكم بالفن الجامد ده. أكيد كلنا وإحنا صغيرين كنا بنعمل أشكال بالمنظر ده في الضلمة على الحيطة. قولولي بقى في التعليقات كنتوا بتعملوا حركات زي كده ولا لأ؟ هو إيه الكائن ده يا جدعان؟ هو ده كائن البرطمان ده ولا إيه؟ Did you know that if you sketch out your character with a pencil and then fill in your shapes with invisible spray? بص على الأرض كده مفيش أي حاجة باينة خالص،
بس أول ما المية بتنزل فجأة بتظهر رسمة سلحفة مرسومة بإتقان جامد جدا. هي خدعة غريبة بصراحة، بس أنا عمال أعصر في دماغي وأتخيل هو عملها إزاي أصلا، والمية إزاي طالعة بالمنظر ده. في ناس لما بتلاقي شوية مية في الشارع بتجري بعيد عنها، وفي ناس تانية بتستغلها وبتطلع منها صورة محدش يتوقعها. أنا كنت فاكر الإيد آخرك تسلم بيها، تاكل بيها، تعمل بيها شغل، لكن بصراحة الحاجات اللي أنا شايفها قدامي دي أنا ما تخيلتش كده في حياتي.